مرحبا، شلونكم؟ أخباركم؟ صار زمان ما التقينا، والسبب من عندي ظروف، بس رجعت لكم اليوم. وأكلتي اليوم بحت هي عراقية طيبة، هي مو بس عراقية، يسووها بكل الدول. والأحلى أنه الخضروات تقريبا كلها من الحديقة. هي تبسي باذنجان طبعا. عندي هنا لحم مقطع عجل مكعبات، ويالية الخروف ما نستغني عنها، راح نخليها بايركس. البايركس اللي انتو مثلا يعجبكم او حسب الكمية. بعد ما خليت اللحم بالبايركس، هسه راح ارتب الخضروات بالتدريج وبعدين نسوي الصوص. طبعا راح ابتدي بالبصل والفلفل. خليت البصل وخليت طبقة من الفلفل، والفلفل حسب الرغبة، اللي يريد أخضر بس، أصفر وأخضر وأحمر بكيفه. هسه راح أخلي الباذنجان كله راح أصفطه على هاي المكونات. خليت طبقة الباذنجان كلها على المواد. هسه شنو عندي أنا مقطعة طماطة حلقات، راح أخليها على الوجه حتى ما أريد أنه الباذنجان يحترق لما أخليه بالفرن. هاي الطماطة سوداء نوع أسود، أنا زرعتها وحبيت أجربها اليوم بالتبسي. طبعا احنا مجربيها يعني بالأكل، لكن بالتبسي يوم راح أجربها بالإضافة للطماطة الحمراء. طبعا هنا عندنا الفلفل الحار، اللي يحب للرغبة حسب الرغبة، بس احنا رغبتنا تطلب طبعا راح نخليه. هسه نبتدي بالصوص. عندنا عصير طماطة فريش من الحديقة، حفنة ثوم، ولا تبخلون الثوم، وخاشوقتين كبار، معجون طماطة، وملح. طبعا راح نخلط المواد كلها هنا. هاي الصوص خلطت جميع المواد. وش راح اضيف؟ راح اضيف مي اللحم المسلوق او شوربة اللحم. خلطت الصوص وجميع المواد. هسه وين راح ننزل بيه؟ ننزل بيه على التبسي الباذنجان. هسه راح اغطيه بورق الزبدة، وبعدين طبقة ألمنيوم. وين؟ للفرن. خليته بالفرن حرارة، خليتها 300 لين اريده يصير بسرعة، ساعة ونشوفه. شوفوا 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 المنظر. هسه الشغلة الأخيرة تزيين بالبقدونس أو كرفس أعطيكم. وهسه هاي السفرة، وأتحدى أكبر واحد يقاوم المنظر والريحة. نلتقي وياكم مرة ثانية بأكلة ثانية. تحياتي هند.